يا هلا 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 هلا، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسلامه يا رب. وزي ما قريتوا في العنوان كده هقول لكم ايه افضل خطتين تقدروا تلعبوهم في اسلوبين لعب، وهو الكويك كاونتر واللونج بول كاونتر. ولو عجبتكم السلسله دي ولقيت تفاعل كتير جدا في الفيديو ده، ان شاء الله ان شاء الله هنزل بقيه ستايلات المدربين وافضل الخطط ليهم. ويلا بينا على الفيديو، يلا بينا. واول ستايل معانا وهو اللونج بول كاونتر، وافضل واحد عندي هو سيميوني انزاجي، وده افضل مدرب بالنسبه لي في اللونج بول كاونتر حاليا. افضل خطه ليه وهي 4 2 2 2. هتقول لي ليه بتزاوي؟ هقول لك لثلاث اسباب رئيسيه. رقم واحد، وصعب انك تلاقيها في اي خطة تانية، ان الخطة دي هي اكتر خطة متوازنة، ومصنفين كتير جدا بيلعبوا بالخطة دي، وحاليا هي من افضل الخطط اللي انت ممكن تلعب بيها بعد التحديثات الاخيرة، لان الخطط التانية اغلبيتها ما عادتش شغالة، وانا جربت كل الخطط اللي انت ممكن تتخيلها. وتاني حاجة رئيسية معانا انك ماسك نص الملعب كله. وهي ايه الفرق يعني؟ ما انا ممكن عادي احط خطة 4 دفاع وارزع واحد دي ام اف والباقي كله في الهجوم. لا 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 لا، ده الشغل ده بقى ما ينفعش في الديفيجن دلوقتي خالص، لان الديفيجن دلوقتي بقى صعب جدا 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 جدا. فانت لازم تلعب بخطة متوازنة جدا، متوازنة بين الاي ام اف ونص الملعب والهجوم. وافضل خطط دلوقتي ان انت ممكن تلعب باتنين مهاجمين، لان انت لما بتلعب بمهاجم واحد مش بيكون ليك افضلية انك تعرف تجيب اجوان كتير وكده. وتالت سبب معانا ان هو ان الخطة دي لايقة على اي اسلوب لعب، ولايقة على اي مدرب، ولايقة على اي خطة، ولايقة على اي تشكيلة، واي حد هيعرف يلعب بيها. فالميزة التالتة ان هي سهلة ومتاحة للجميع. يعني الخطة دي بجد سهلة جدا 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 انك تعرف تلعب بيها وتعرف تظبطها وتعرف تحط اللعيبة اللي انت محتاجهم. لو ما عندكش دي ام اف كويس تعرف تحط نص ملعب، عندكش ار بي هتحط ار بي. مش محتاج بقى ان انا اقول لك هتلعب باس اس كرييتيف ولازم يكون سريع ومهاري وبيعمل شقلباظات وبينط في الحيطة لا، مش محتاجة كل ده خالص. خطة سهلة وبسيطة جدا. وزي ما انت شايف قدامك، مش شرط ان انا العب بهول بلاير وكرييتيف، انا عادي بلعب بهول بلاير وبروليفيك وينجر. هي مش فارقه جدا خالص. وممكن تلعب بديب لاين كمان مكان الجول بوتشر. يعني براحتك، انت ممكن تغير في الخطه دي براحتك. ممكن تلعب باوركستريتور تحت هنا، ممكن تلعب بوكس تو بوكس، ممكن تلعب بهول بلاير نص ملعب. عندي واحد صاحبي بيلعب بهول بلاير نص ملعب واسطوري معاه زي ماتيوس. ممكن تلعب بار بي هجومي، ممكن تلعب بار بي اللي بدفاعي، اتنين دستروير، اتنين بيلد اب، براحتك واللي يريحك واللي انت عايزه. وتاني اسلوب لعب معانا وهو تشابي الونسو بالكويك كاونتر، لان هو ده اللاعب الوحيد الكويك كاونتر عندي. واغلب الكويك كاونترز اللي بيلعبوا بتشابي الجديد وبيلعبوا بيورجن كلوب الجديد هيقدروا يلعبوا بالخطه الممتازه دي. الخطه دي بالنسبه لي ممتازه ومتوازنه جدا جدا جدا. بالنسبه للكويك كاونتر هي متوازنه معاك هجوميا ومتوازنه معاك دفاعيا، لان انت في ميزه رهيبه جدا انت ممكن تستخدمها في الخطه دي، وهي التلاتة اي ام اف. انت تقدر تخلي الاي ام اف اللي على اليمين واللي على الشمال بتقدر تلعب بيهم كنص ملعب. فانت بيبقى معاك مساحة واسعة جدا 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 من الاختيارات اللي انت ممكن تستخدمها في عمق الملعب، وتقدر تغير فيها براحتك. واي لاعب عندك بيقدر يلعب في المراكز دي. عندك مثلا لاعب زي ابريتش ايزي بيلعب ام اف ونص ملعب، فيفيدك جدا جدا في الخطة دي. وافضل اسلوبين لعب في الخطة دي وهو الهول بلاير والكرييتيف بلاي ميكر، لان الاسلوبين دول حرفيا في الخطة دي هم عبارة عن ماكينات طول الماتش شغالين، بيدافعوا وبيهاجموا وبيعملوا كل حاجة في الملعب. بقى لو عندك هول بلاير بيعرف يباصي وبيعرف يدافع وبيعرف يهاجم، هتستفاد منه جدا جدا جدا. زي لوسر ماسيوس اللي نزل معانا في الباكج اللي فات بتاع التريجر لينك، هيفيدك جدا 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 في الخطة دي لو انت معاك اللاعب ده. وبالذات كمان ان هي متوازنه جدا، لان انت عندك دي ام اف وعندك الاربعه الدفاع موجودين زي ما هما مرصوصين نفس الرصه. وبالنسبه لي انا، لو انت هتلعب بكويك كاونتر، الافضل 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 انك تلعب بحارس اتاكينج، لان الحراس الديفنسيف مش هيفيدوك خالص في الكويك كاونتر، لان الدفاعات بتكون متقدمه جدا علشان الضغط العالي وكده. فحارس المرمى لو هو ديفنسيف اي ثرو لوب مش هيطلع ياخد الكوره، بالعكس هيفضل واقف مكانه وهترتد عليك مرتدات كتير جدا، وبنسبه كبيره هيخش منها اهداف كتير. فالافضل انك تلعب بحارس هجومي وهول بلاير وكريتيف زي ما انا قلت لك في الخطه دي. وبكده نكون وصلنا لنهايه المقطع. ولو عجبتك الخطط دي ودخلت جربتها في الديفيجن واستفدت من الفيديو ده، اتمنى تضغط اشتراك وتدوس على اللايك وتنزل في الكومنتات تصلي على النبي، وتكتب لي في الكومنتات هل استفدت من الفيديو ده ولا لا، وهل الخطط دي نفعت معاك فعلا ولما جربتها استفدت منها. والى اللقاء.